يا مساء الفل. النهاردة هنشتغل شغل احترافي وهنتكلم عن حاجة جديدة اسمها Page Object Model، اختصارها BOM. يعني ايه؟ يعني ببساطة مفيش حد بيحط اللوكيتورز مع التست في مكان واحد. ليه؟ لأن لو الموقع اتغير الكود كله هيضرب. السر اللي بيخلينا الكود بتاعنا منظم وسهل هو البيج اوبجكت موديل. فبصوا معايا، انا في البداية قسمتهم. جيت هنا عند الجافا، كليك يمين، نيو، بختار باكج وسميته pages. تمام. جيت هنا برضو عند الجافا في التست وعملت نفس الكلام واخترت الباكج وسميته تيست. باجي بقى هنا عند الباكج واعمل كلاس وسميته اللوجن بيج، واجي هنا برضو عند التست واعمل كلاس وسميته اللوجن تيست. طيب ايه بقى الكلام ده؟ الفرق هنا ان انا في لوجن بيج انا هنا حطيت الاي دي زي ما انتوا هنا شايفين كله تحت بعض، عشان لو بكره مثلا الديفلوبر قرر ان هو يغير اي دي انا مش هلف على 50 تيست اغيرهم، لا انا هغيره في مكان واحد في سطر واحد بس، وده بنسميه المينتابيلتي. تمام. وبربطه هنا باللوجن تيست. خليني ارن معاكم واشرح لكم الكود بالتفصيل. نيجي هنا ونعمل رن. تمام ومية مية وجاب لي زيرو. اشرح لكم الكود بقى. اول حاجة زي ما احنا هنا شايفين انا كتبت ويب درايفر. ليه؟ انا هنا بحجز مكان، بقوله ان الكلاس ده محتاج درايفر عشان يقدر يروح يفتح المتصفح ويدور على عناصر، بس احنا لسه ما بعتناش الدرايفر الحقيقي هنا، فانا عايز ان انت تحجز ليه مكان. باجي هنا وبعمل استخدم ايه؟ الباي. الباي هنا متغير. يعني ايه؟ يعني ان انا بكتبها واغيرها هنا مرة واحدة بس. فانا بقول له ايه؟ هنا احنا بنعرف مكان العنصر عن طريق استخدام الباي، وده نوع الداتا بنستخدمه عشان نشيل جواه اللوكيتورز. الفايدة هنا بقى ايه؟ بدل ما نكتب باي دوت اي دي يوزر نيم كل شوية تحت في الكود، بكتبها مرة واحدة فوق وبنديها اسم سهل اللي هو الفاليبل. تمام. اللي هو ايه؟ يوزر نيم فيلد. فبيبقى بس بغيره هنا في سطر واحد بس. ندخل على حاجة مهمة وهي الكونستراكتور. ليه ده اهم سطر؟ لما احنا بنيجي نستخدم الكلاس في التست لازم نبعت له الدرايفر اللي بيفتح المتصفح. فانا بقول للكلاس يا لوجن بيج خد الدرايفر اللي جاي من التست ده وخليك ماسكه عندك عشان تستخدمه في تنفيذ الاوامر. كلمة هنا this driver معناها التعريف اللي فوق. تمام. تمام. طيب ودرايفر التانية دي ده الدرايفر اللي هي لسه واصلة حالا. انا ممكن اغير كلمة درايفر واغيرها هناك وكده عشان اللخبطة، بس الافضل ان احنا نكتبها زس درايفر، هو بيبقى فاهم ان انا بشاور على الدرايفر دي. بعدين بنيجي هنا للميثود. ليه هنا بعمل الميثود؟ ده الاكشن. بدل ما التست يقعد يقول driver dot find element وتفاصيل كتير، احنا عملناها في ميثود اسمها enter username. طيب ايه الفرق؟ الذكاء هنا ان انت بتاخد السترينج يوزر كبارامتر، يعني التست هيبعت لها اي اسم، مثلا اللي هو الاسم اللي احنا الموقع حطه. تمام. تمام. انا بقول له خده وهتحطه هنا، فبيبقى معايا بيبقى مرن. تمام. نفس الكلام نفس الكلام. وهنا public void، وهنا اسمها اسم الميثود void، يعني انا مش مستني حاجة ترجع منها. نشرح صفحة اللوجن تيست. تمام. صفحة اللوجن تيست هدفه ان هو يكون ايه؟ هو المدير اللي عندي، هو اللي بيدي الاوامر بس ما يعرفش تفاصيل الزراير فين بالظبط. ليه؟ لان احنا اتفقنا التفاصيل فين؟ صح، في البيج.
فاول حاجة هنا معايا السطرين دول احنا متفقين، انا بقول له سيت اب وبفتح الايدج وبقول له يكبر، وهنا الموقع اللي انا بفتحه. حلو جدا. طيب انا باجي بقى هنا عند اللوجن بيج، لوجن، بقول له نيو لوجن بيج. لو لاحظتوا ده ايه؟ صح، ده اوبجكت. الاوبجكت ده معمول من الكلاس ده زي ما احنا متفقين. طيب لاحظنا بقى ايه؟ بعتنا الدرايفر بين الاقواس اهو، تمام. عشان فاكرين الكونستراكتور اللي انا اتكلمت عنه، انا بقوله درايفر ده هو ده. انا بعتنا الدرايفر بين الاقواس عشان هو ده الدرايفر اللي راح هناك عشان صفحة اللوجن تقدر تستخدمه. طيب ده ايه؟ لوجن دوت انتر يوزر نيم، ودخلت اليوزر المطلوب. شوفوا بقى جمال السطر ده. السطر ده مقروء لأي حد حتى لو مش مبرمج هيفهم اننا بندخل اليوزر نيم. احنا هنا بننادي على الفاعل اللي عملناه في الكلاس التاني، وبنديله القيمة اللي عايز نكتبها. يعني من النهاية سطر جميل جدا. لو الموقع فيه 50 صفحة وتست وحصل تغير في زرار واحد، فالعادي ان انا هلف على 50 صفحة واغيرهم. لكن مع البي او ام انا هروح لصفحة واحدة بس، اغير سطر واحد بس، وكده ال50 تست هيشتغلوا لوحدهم. يبقى التست كلاس بقى وظيفته خطوات بس، مجرد ستيبس. والبيج كلاس وظيفته لوكيتورز، عناوين، وده بيبقى قمة الاحتراف. وبس كده، شكرا لكم.